السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده موجودين عند الحاج وصفي العراقي. مطلوب شوية اسئلة مني ان انا اعرضهم عليه، وان شاء الله نستفيد من الاجابة ونشوفها مع بعضين. تعالوا معانا. السلام عليكم حاج وصفي ابو الابصار، عامل ايه يا مدير؟ والله الحمد لله يا محمد. ربنا يطمنا عليك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. حبايبك بعت لك شوية اسئلة وعايزين اجابة. أسئلة؟ والله يا عم وصفي، انا عناية لاي حد. وعايزين إجابة بالتفصيل الممل بعد إذن حضرتك. إحنا بص عايزين نستمتع ونتفرج، ما ورناش أي حاجة، عايزين نسمع. أول سؤال بيقول لحضرتك إن السكري الصافي بعض الغواية، وحضرتك قلت برضو إن دخول السفر عليه. طب إزاي دخول السفر عليه والعظم ما هرمش أو قرطس أو كده؟ لا بيجي قاطع إزاي يعني؟ إزاي؟ ممكن حضرتك تفصل لنا الموضوع ده بالظبط؟ اتفضل، ده أول سؤال. عناية الاثنين حبيبي. الاول بس انا هقول مقدمة الاول. اتفضل. لغواية مصر المحترمين عمومي حبيبي. ولأي حد، لأي حد وأي مخلوق خلقه ربنا، لما يقول لي الكلام خلص أقول له لا ما خلص. طبعا. ليه؟ معلش، أنا بحب يا محمد اللي أقوله النهارده ما أقولوش بكرة. دي حقيقة. ولكن في بعض الكلام يتكرر مش بمزاجي أنا، صحيح. بسؤال الغواي. زي دلوقتي أنت بتسألني سؤال، ده حقيقة. ما هو أنا جاوبت على السؤال ده قبل كده. ولكن طالما الجماهير مش واخدة بالها من وجهة نظري نوضحها بالتفصيل ممل. اتفضل. يبقى إذن إحنا بنقول جديد ولا مش جديد؟ جديد. لازم يكون عندي جديد طبعا. وكل فيديو لازم قلت جديد، وده الفرق اللي بيني وبين أي حد. تسلم لنا. مش افتخارا بنفسي، لا، أنا عايز الناس تسألني والناس تقول لي والناس تعيد لي، ونفسي الدنيا كلها تفهم غاية الحمام صح، أنا أبقى مبسوط. تسلم. وطبعا إحنا بنفهم الناس اللي هي مش فاهمة. صحيح. لكن طبعا في ناس على دماغنا من فوق فاهمة ودارسة وعارفة، وقد تكون أفضل مني. يعني الكلام ده بنقوله مرارا وتكرارا. إحنا بنقول الكلام ده للناس اللي عايزة تتعلم، مش بنترسم على الناس المتعلمة. الله يبارك. أو الغواية المحترمة اللي بتفهم كويس قوي أحسن مني. لا، وجهة نظري للناس اللي هي عايزة تفهم حاجة صح. الله يبارك لك يا عم. ناس ضعيفة في الغية وعايزة تستفيد، فبيسأل. السؤال مش غلط والسؤال مش حرام، واحنا موجودين لأي إجابة على أي أسئلة. مهما كان بيفهم ما بيعرفش، فروت، ضعيف، قوي، أنا تحت أمر أي حد في أي سؤال، مهما كان المحترم اللي هيسأل. الله يبارك. بيفهم، ضعيف، قوي جدا، أقوى مني، برضه أنا تحت أمر. صحيح. خلاص. الله يبارك. دي وجهة نظري بالنسبة للغية، تسلم. مع احترامي لغواية مصر جميعا. وطبعا غواية مصر دي أنا أقصد بيها إيه؟ مصر بضواحيها. حقيقي. خلاص، بموانيها، بمحافظاتها. خلاص، عشان الناس ما تفهمش كلمة مصر يعني القاهرة. لا طبعا. أو يعني الجيزة. لا طبعا. جيزة، القاهرة، اسكندرية، دمنهور، أي حتة في جمهورية مصر العربية احنا دي بنسميها مصر. طبعا. عشان الناس برضو إيه ما تفهمش الموضوع غلط. الله يبارك لك. مع احترامي لغواية مصر كلها. يبقى إذا احنا حدينا في الكلام. صحيح. لكل الناس المحترمة. تسلم. خلاص. تسلم. وانا تحت امرك. اتفضل. نيجي للسؤال. اتفضل. نيجي للسؤال. السؤال يا محمد انت ما قلتهوش بصيغه سليمه. اتفضل. لان حضرتك بتقول لي السكري دخل فيه الاصفر. تمام. انا ما قلتش كده. انا قلت الصافي عموما. مش السكري. الصافي. تمام. كلمه صافي يعني كده بتعم كله. خلاص. حلو. مش سكري او رقبه خضراء او بتاع، لا، بصرف النظر. تمام. الصافي عموما دخل فيه نتاية صفرة. النتاية الصفرة لما دخلت في الحمام ده خلت العينين بتاعته تبقى رايقة شوية. قد يكون بتلاقي صوافة عينيها بيضة، وهي خلي بالك بتبقى محبوبة قوي، بتبقى فرد حمام شكله حلو قوي. تمام. لكن هي الصافي عينيه شكلها ايه؟ شكلها عراقي. خلاص.
ولكن ممكن تطلع بيضة. ليه؟ لدخول الحمام على الصافي. دخول الحمام على الصافي زي ايه؟ زي الاصفر. واللي بيخش انتايه ما بيخشش ذكر. تمام. اللي بيخش انتايه ما بيخشش ذكر. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. ده بالنسبه للصفرة. انت بتقول لي بيجي عظمه قاطع ليه او ازاي؟ تمام. والنتايه الصفرة دي عظمها صحيح. مقانير. صحيح. تمام كده؟ صحيح. انا اقول لك، اتفضل. لو لاحظت يا محمد 80% او 70% على حسب معلوماتي يعني، النتش اللي بتيجي برقبه صفرة وحديقتين دايما تلاقي عظمها مصدر. النسبه قد ايه؟ 70%. يعني لاحظ كده لما تنزل حتى الاسواق، بلاش عند الغواي، تمام. هتلاقي النتش المراقبه صفرة وحديقتين دي هتلاقي عظمها واقف مصدر كده. ده نتيجه ايه؟ نتيجه النتش الصفر اللي دخلت في الصواب. خلاص؟ تمام. لكن مش الحمام كله بيطلع كده. ليه؟ لان الذكر اللي بيفرخ مش النتايه. ولكن لما تطلع نتايه فيها شبه من النتايه امها، بس هتيجي عظمها محمل شويه عشان ابوها صافي قاطع. صافي عظمه خشن. تمام. خدت بالك؟ ادي حاجه. تمام. بص المفاجاه بقى، اتفضل. مش الاصفر بس اللي دخل، حمر الغزار يا حبيبي دخلت كمان في الصواب. دي بقى مفاجاه لاول مره بزحها عن السوا مصر. والاحمر الغزار دخل في الصافي. خلاص؟ والاحمر الغزار دخل في الصافي. وخلي الناس تعلق وتقول لك الراجل ده كبر وخرب. الكلام ده هنسمعه. الكلام ده غيه يا جماعه. ولو سالتوا الناس اللي بتفهم وبتحط في الحمام قوي يقول لك طبعا حصل. الحمر الغزار كمان دخلت في الصواب. خلاص؟ مش هنحرق بقى ايه الكلام كله. خلينا لحد كده ونقف. تمام. خلاص؟ تمام. نخش في السؤال الثاني. دلوقتي حضرتك الشكيمة معروفة بتيجي في الصافي والجديد والاصفر ورا، والجديد في القشر بني. طب في ناس قالت الكشك بيجي فيه شكيمة وكل ما هو قاطع بيجي له شكيمة. هل الكلام ده صح ولا خطأ؟ وبعد اذنك كمان يا ريت توضح لنا الفرق ما بين الشكيمة وما بين الوجن، عشان ده انا حد فكر دي زي دي والله يا عم وصفي. بص يا محمد. اتفضل. بص يا محمد. اتفضل. حسسني الحته دي. اتفضل. الحته دي بالذات. اتفضل. لانه سأل الحته دي واحد من اعز اصدقائي وانا بعزه جدا طبعا. فلو اتكلمت فيها النهارده ممكن يفهم الموضوع غلط. تمام. هو عموما اللي انا هقولها بس زي ما انا قلت اتفضل قدامه، لكن انا مش هفسرها قوي. في فرق كبير قوي، ومكان الشكيمه فين ومكان الوجن فين. اوعى تحط حاجه بين الشكيمه دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. صحيح. ودي في مكان ودي في مكان تاني خالص. خلاص؟ صحيح. ده الكلام اللي انا قلته برضو لما قال لي الكلام ده. تمام. خلاص؟ تمام. فاحنا هنقفل على ايه؟ الحته دي وبعدين هبقى اتكلم فيها. امين. طيب. وبعدين هبقى اتكلم فيها. تمام. ادي واحده. تمام. الثانيه، اتفضل. انت بتقول لي كل ما هو قاطع أيوة. او عظمه قصير أيوة. لازم يكون له شكيمه. الكلام ده غلط. ماشي. الشكيمه اتخلقت للصافي، والشكيمه مكانها فين؟ مكانها هنا. صحيح. خلاص؟ صحيح. الشكيمه مكانها هنا. تمام. دي موجوده في الاصفر وموجوده في الصافي خلاص؟ نرجع مرجوعنا لما بتقول لي الكشك ليه شكيمه. لا، الكشك عمره ما كان ليه شكيمه وعمره ما يبقى له شكيمه. خلاص؟ وبعدين بتقول لي كل ما هو قاطع ليه شكيمه. أيوة. طب ما هو الاحمر غزار ما هو قاطع. ايوه. لا ملوش شكيمه. صحيح فعلا. خلاص؟ العنبري الاسمر ما هو قاطع ملوش شكيمه. كلام جميل. خلاص؟ كلام جميل. يبقى الكلام ده كلام غير مظبوط تمام. نهائي. تمام. الشكيمه للصافي والمين والاصفر فقط لا غير. الله يبارك لك. خلاص؟ حتى الريحاني اللي هو قريب الاصفر ايوه. بنقول قريبه ليه؟ لان الاثنين مكانيات زي بعض. واخد بالك؟ لا ملوش شكيمه. فعلا. نيجي للحاجه الثالثه
لبلق البنفسجي. ولبلق البنفسجي دي شكيمه؟ لا طبعا. ايه يا جماعه في ايه؟ الله يبارك لك يا عم. ادي اصفر، وادي ريحاني، وادي ريحاني، وبنفسجي، وادي بنفسجي، مكنيرات. 3 مكنيرات اهم. صحيح فعلا خلاص؟ والله فعلا. ما لهمش شكيمه غير الاصفر اللي ليه شكيمه، الباقيين ما لهمش. الله يبارك لك. كل فرد حمام ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده يا جماعه. احنا مش هنفتي فيها، احنا مش هنفتي فيها، ولكن في موضوع الفتاوى وموضوع ربنا خلق ده كده وربنا خلق ده كده. سمعت في فيديو قبل كده بيقول لك هو انت تقدر تعمل بنفسجي من اشلوموندو وعلى مش عارف على ايه، تطلع لي منه بنفسجي، تطلع لي منه ريحاني، تطلع لي يا عم هو ربنا خلق الحمام ده كده عشان تقول لي تقدر تعمل كده؟ تقدر تركب كده، لكن في حمام بيركب مع بعضه. أيوة. ويركب في بعضه. أيوة. فيطلع حاجه فالغوايه بتسميها صحيح اسم. خلاص؟ لكن مش اي حمام يخش على حمام. لا طبعا. خدت بالكم؟ مش اي حمام بيخش على حمام. أيوة. يعني الاخضر لما فرخوه على الكركنديه، واخد بال حضرتك، وفرخوه على المسوده، فرخ اللون اللي الغوايه بتحبه من الشيشه، اللي بتحب النش. ايوه بيقولوا فرخ وحرس. صح. فالناس تخيلت من كتر ما هو الحمام ده بقى كتير، تخيلوا ان هو بيت. صحيح يا جماعه يا جماعه، نفسي الناس تفرق بين فرد حمام مسمى باسم كذا وهل هو بيت ولا مش بيت. يبقى اذا في فرق بين صحيح. بيت صحيح وبين فرد حمام اسمه الغوايه سمته. يعني انت عارف البعض ليه يا عم واسع بعد اذن قطع كلامك، البعض ليه مش متفق ان هو تركيب مع الكركندي والاخضر ومسود؟ يقول لك كركندي ليه قوره، القوره راحت فين طب في الحلس؟ حبيبي مش فاهم ان لا 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 خليني هنا، خليني هنا، اقف هنا. اتفضل. ما احنا قلنا الصبره دخلت في الصوافه. الله يبارك لك. اشمعنى دي عجبتكم ودي ما عجبتكم؟ يا حبيبي يا عم واسع، اشمعنى دي عجبتكم ودي ما عجبتكم؟ الله يبارك لك. تعالى الحمامتين، حمامتين معروفين والناس اتكلمت عليهم مرارا وتكرارا. ايوه. الصافي، ما احنا قلنا الصافي لونين. ايوه خلاص. ايوه خلاص، اللي هو الابيض والازازي. تمام. خلاص تمام. طلع منه شويه الوان. صحيح. شويه الالوان دول مش الغوايه سمتهم؟ صحيح. ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده اسمه كذا وده اسمه كذا. في مسميات. ما هو صافي بس مسمى. مسميات. يتسمى ايه؟ ده برقبه خضراء. طب برقبه خضراء خدت ايه برقبه خضراء؟ يفرقوا برقبه خضراء؟ لا، مش يفرق كده. زي ما قلنا في بقيه البلق. صحيح. زي ما قلنا في بقيه البلق. يعني سجلوها في الشهر العقاري الصافي وما سجلوش البلق في الشهر العقاري. اشمعنى دي؟ ايه يا عم؟ طب انا اسجل المجني صاحبي. انا هسجل الصافي بقى وهسجل لبلق. لا لبلق مسميات يا عم، ما عدا الاربعه اللي قلنا عليهم. صحيح. مسميات. هسجلهم في الشهر العقاري. وصف العراقي بيسجل 4 من البلق فقط لا غير، لا فوقيهم ولا تحتيهم. اما مشتقاتهم زي الصوافه. صحيح. الصوافه ابيض وازازي، مشتقاته برقبه خضراء صيني مش عارف ايه، الالوان اللي احنا قلنا عليها دي كلها. البلق كذلك الامر، في 50,000 مبلغ مسميات وهي سمتها. الله يبارك. معلش يعني كلام مقنع. فاسمحوا لي. ايوه اتفضل. اسمحوا لي. وصف العراقي سجل دي في الشهر العقاري. البلق زي الصوافه. ادي حاجه. نرجع لموضوع لبلق ابو شكيمه. ايوه. احنا ما قلناش لبلق بشكيمه. صحيح. هي مش صفه في لبلق. لا يا حبيبي، الناس القديمه مش احنا، الناس اللي اخترعت. ايوه. ودخلت البلق، دخلتها في الصوافه. صحيح. معلش يعني. صحيح. خلقوا حاجه خاطئه جدا. ايه هي؟ عمر لبلق ما كان دماغه مدوره. فعلا. الصافي دماغه مدوره. كلام جميل. خلاص. الصافي ليش قيمه، عمر لبلق ما كان ليش قيمه. طب اصبح النهارده بتتفرج على لبلق دماغه مدوره ولو شكيمه، يبقى فرد الحمام ده بالله عليكم صحيح دخل عليه بذرة الصافي ولا ما دخلش؟ ده سؤال لغوايه مصر كلها. صحيح. الشكيمه دي جت منين؟ والدماغ المدوره دي جت منين؟ فعلا. دي حاجه خطأ في اللبلق. يبقى دخلوا صوافه ولا ما دخلوش صوافه؟ دخلته فعلا. عضلته زي الصوافه. هو في ابلق في الدنيا كان عضلته زي الصوافه؟ لا. معلش يعني. ادي بالنسبه مفيش حاجه اسمها ابلق بشكيمه، ولكن احنا بنقول النهارده في ابلق بشكيمه.
هو لبلق دماغه مدوره؟ لا، لبلق دماغه مش مدوره، لكن موجود النهارده لبلق دماغه مدوره صحيح من دخول الحمام عليه. صحيح. الله يبارك لك يا ابو غيره يا محمد. الله يبارك لك. لا احنا عايزين نسمع منك انت والاوصاف. انا خلاص كده شكرا ليا انا كده. عايزين نسمع حاجه ليك للغوايه كده للذكرى، حاجه كده جميله. اتفضل يا مدير. صلوا على النبي. الف صلاه عليك يا نبي. ارجو غوايه مصر تنتبه للكلام اللي هقوله ده. اتفضل. يا ريت اي غاوي في الدنيا لما يسال غاوي صديقه صاحبه المعلم بتاعه ايا كان يساله بطريقه مهذبه وبطريقه محترمه، مش بطريقه استفزازيه. فعلا. انا كان زمان الناس لما تخش معايا في الفيديو كان واحد بيخش ينط كده وانا بتكلم كلمتين ومندمج قوي في الموضوع اللي انا بشرحه، وبابا مندمج قوي يعني. فيروح داخل سألني سؤال، طب يا حبيبي ما تستنى لحد ما اخلص اللي انا فيه وبعدين اسالني، فتلاقيني تلقائيا كنت بتنرفز عليه. حقيقي فعلا. ففي ناس محترمه وعلى دماغي من فوق ورايهم على دماغي من فوق وبشكرهم. فعلا. النهارده ما بتنرفزش يا غواية مصر، مش هتنرفز. الحمد لله. وخلي اللي يقول الحمد لله. واي حاجه واي مجتمع واي وضع في الدنيا، يعني المجتمعات اللي بنعملها في غيط الحمام دي، لو اي واحد دخل عليا ويحاول يتنرفزني قول له لا خلاص الموضوع انتهى، مش هيحصل تاني. الحمد لله. وصف العراقي 2023 هيبقى جديد برضه. الحمد لله. برضه هتسمعوا في 2023 حاجات جديده نوفي، ربنا يتزود. لان انا عندي الجديد على طول. فنفسي اللي اسال بس اسال بطريقه مهذبه. صحيح. اقول لك صحيح. ما تسالنيش بطريقه ايه بقى، يعني انت بتسالني يعني ايوه يعني هو انت سيادتك عارف وبتسالني مثلا ايوه عايز اشبعك. صحيح. اتفضل يا مدير. فنفسي يا محمد اي حد يسالني انا تحت امره، بس يسالني ايه؟ يسالني سؤال يكون عايز يستفيد منه. هو عايز يستفيد فعلا. يكون عايز يستفيد فعلا. هنا تفرق السؤال. صحيح. بين انت عايز تستفيد وانت بتسالني، يعني هل انت حضرتك انت فاهم السؤال ده وتعرف تجاوب عليه؟ ما تعرفش تجاوب عليه. خلاص. لكن انت عايز تتفلسف وعايز توقع وصف العالم. وصف العالم ما بيوقعش ومحدش يقدر يوقعه. ربنا يديك طول العمر على مستوى العالم. صحيح. اللي عنده سؤال يقول لي عليه وانا هجاوب عليه بكل صراحه، بس لازم يكون هو عنده علم. صحيح فعلا. يكون هو عارف اجابته. لو عارف اجابته انا مش هتكلم في الحمام تاني. انما للاسف احنا بنعلم والناس بتحاول تعلمني. الناس بتعلمني ايه؟ الكلام اللي انا بعلمه لهم. يا ناس الناس اللي انا الكلام اللي بنقوله الناس بتحاول تقلده، ويا ريت بتعرف تقلده. والله. بتنسى منه حرف. لما تنسى منه حرف تضيع معنى الجمله كلها. صحيح. يبقى اذا غية الحمام فهم وليست حفظ. طبعا. اللي حافظ غير اللي فاهم. ويا جماعه ما حدش يتفلسف، والغيه ما بلهاش كبير. لا طبعا. والله العظيم يا غوايه مصر جميعا نفسي اعرف معلومه صحيحه من اي غاوي. انا لوقتنا هذا ما حدش قال لي حاجه. لوقتنا هذا انا قلت كلام كتير قوي. وكلام اللي بيتقال وبيتعاد وبيتقال في قنوات. في جميع القنوات ما تزعلش. ونفسي كل قناه محترمه، القنوات كلها على دماغي من فوق، قولوا محتوى سليم، قولوا حاجه مبتكره من عندكم. لازم كل قناه يكون ليها محتوى يا جماعه. المفروض ما تطلعش تقول الكلام اللي ليا. خلاص. واخيرا اتفضل. اخر حاجه اتفضل. يا ريت الجماعه بتوع القنوات المحترمه لو واحد مش فاهم وهو بيسجل معاه يا ريت ما يطلعش الفيديو. والله. ما يشيله خالص يا جماعه. ما تشيله يا عم، مش هيكترك يا جماعه. الفيديو مش هيكترك. عايز من نسبة مشاهدة. مش هيزودك. بلاش كلمة أنا عايز نسبة مشاهدة. بلاش الكلمة دي يا جماعة. عايزين نسبة مشاهدة. في ناس بتعدي في السوق معاها الكاميرا صح. وبتعدي تصور الناس وبتصور الحمام. فعلا. بيعملوا نسبة مشاهدة كبيرة قوي. يعملوا زي الناس دي لو عايزين نسبة مشاهدة. بالظبط. لكن ما تطلعوش الغلط بيتكلموا. لكن ما تطلعش بواحد يكون مثلا يعني كان غاوي كويس وممكن يكون السن
حكم عليه انه ممكن ينسى بعض الله المعلومات، ينور عليك يا عمار. فتطلع تطلعه ما بيعرفش يا جماعه. توقعه انت كده ده بقى. عيب، عيب كبير قوي. ما أيوة. توقعش غاوي كبير صح. ولا غاوي صغير. صح. حتى لو غاوي صغير عايز يطلع على الكاميرا ويتكلم، اعرف انت بتقول ايه وكلامك على دماغ من فوق، بس اعرف انت بتقول ايه. الله ينور عليك يا عمار. اتعلم صح واطلع قول زي ما انت عايز. الله ينور عليك. لكن ما انتش عارف حاجه وتطلع تقلد، ولما تيجي تقلد تنسى احنا قلنا ايه. شتت دماغ الناس. ما ينفعش يا جماعه. الله يبارك لك يا عمار. يا جماعه للمره الاخيره جميع القنوات بلا استثناء يقولوا جمله مفيده بغايه الحمام عشان يفيدوا الغيه بتاعتنا، الغيه المصريه، عشان يفيدوها. قولوا جمله مفيده، قولوا محتوى جديد. خلاص لازم يكون كل قناه ليها محتوى. لازم اما اتفرج على محمد الكرزلي محتوى ايه؟ محتوى بيتكلم في الحمام، ما بيتكلمش في البني ادمين، ما بيغلطش في حد. نغلط ليه في بعضينا يا جماعه؟ ما تطلع القناه دي عشان ايه؟ حمام؟ اتكلم في الحمام. الله يبارك لك. اتكلم زي ما انت عايز بقى في الحمام. الله يبارك لك. ولكن الاعتراض في الحمام نفسي اللي يطلع يتكلم صح في الحمام، يا اما ما يتكلمش، يا اما صاحب القناه يسجل معاه كل حاجه، لكن ما يطلعش الفيديو بتاعه طالما شايف ان هو صح. ما يطلعوش. صح. ما فيهاش زعل. دي حقيقة. عشان ما عودش الناس تسمع كلام وصف النهارده. صحيح. ويرجع محمد يتكلم بكره. أيوة الموضوع يقول لك يتشتت. انا هصدق مين؟ ايوه الموضوع ما هو وصف قوي ومحمد قوي فعلا. والزحمه قوي ومصطفى كويس قوي، والراجل ده عنده حمام، والراجل ده مش عارف. يا عم ده الراجل ده متصير. لما يطلعوا الناس دي كلها كل واحد الله ينور يتكلم عليك يا عمار. ويخش في اتجاه. قول لي بقى الغاوي الضعيف ده يطلع يسمع كلام مين؟ لا ده هيفوت خالص فعلا. هيسمع كلام مين يا جماعه؟ هو يحتار. يبقى انتوا كده بتعملوا بلبله. مش عايزين البلبله دي. احنا عايزين محتوى ممتاز الناس كلها تستفيد منه. ده رجائي. الله يبارك لك يا عمار. ده رجائي. الله يبارك. نفذوا الكلام ده هتبقى قنوات محترمه الله جدا، يبارك. محترمه والناس محترمه جدا. الله يبارك لك. وما نتكلمش على بعض ان محترمين جدا، لان بقى في معلومه الناس ما تاخدش بالها منها. جميع دول العالم اللي انتم ما تعرفوهوش والله العظيم بيتفرجوا علينا. والله بيتفرجوا. سمسم بيسلم عليك فعلا. والله بيتفرجوا علينا. ايوه. بالمناسبه قبل ما انسى، اتفضل. اتفضل. الاخ سمسم حبيبي هو دلوقتي موجود في دول الخليج. ايوه حقيقي. الاخ سمسم ده محترم جدا. والله. وبالمناسبه انا بمسي عليك يا سمسم. حبيبي. وصلتني رسالتك ومتشكرين وكتر الف خيرك ومتشكرين جدا حبيبي. وربنا يجيبك لينا بالسلامه. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ونفسي تكلمني. ربنا يديك طول العمر لينا يا عمار. وكده بيتهيألي احنا كده اتكلمنا في كل حاجه. الحمد لله. اخر حاجه بقى نتكلم فيها. اتفضل. لما رحنا الجيزه المره الثانيه. ايوه. الناس طبعا يشكروا. عملوا فرجه حمام مره ثانيه. فعلا. وكانت فرجه حمام جميله برضو حقيقي. ولفت نظري في القعده دي قطقاطي. الله اكبر. بيتهيألي الله اكبر ان يعني صعب عينيا انا اشوف زيه تاني. عينيا انا الله اكبر. عشان ممكن يكون في احسن منه. الله اكبر. انا بوصف على مستوى عيني انا. الله ينور. والوصف يبقى كده. مش هقول مفيش زيه. بالنسبه لي انا عيني ما شافتش زيه. الله ينور. القطاطي ده في جميع المقاييس اللي خلقها ربنا في القطاطي. صحيح والله. وجميع الحلويات اللي حبت يغوها في فرد الحمام ده. صحيح. الحاجات دي انقرضت. الله يبارك ونفسي لصاحبه. الله يبارك. ونفسي رساله لمين؟ للاخ هشام يوسف. الله يبارك. صاحب فرد الحمام. يا هشام الله ينور عليك. الله ينور عليك. الله ينور عليك. ونفسي تفرجني كم واحده بالمنظر الجميل ده، وانا متاكد أكيد انك طبعا. انت غاوي كويس. أكيد. وغاوي محترم ومتمكن وكفك كويس قوي. ومتاكد انك انت تفرجنا الحمام ده. الله ينور. وشكرا حبيبي.